بعد أشهر من ولادتها. أول ظهور لحفيدة أصالة نصري من ابنتها شيماء الذهبي، والجمهور ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد أن أعلنت الفنانة أصالة نصري عن ولادة ابنتها الكبرى شيماء الذهبي لابنتها جيهان، وتحديدا يوم 24/12 لعام 2023 الماضي، وهي الحفيدة الأولى للفنانة أصالة نصري. وعبرت الفنانة أصالة عن سعادتها بولادة ابنتها لطفلتها الأولى، واللي كتبت تعليق على حسابها قائلة: الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي شيماء الذهبي. وتابعت: أدعو الله أن يحفظها وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة. وعن علاقة الحب اللي تجمع الفنانة أصالة نصري بابنتها الكبرى شيماء الذهبي، واللي بتظهر دائما أمام العلن، نشرت ابنتها على حسابها على تطبيق الانستجرام منشور من أحدث أغاني للفنانة أصالة نصري، وعلقت عليها شام قائلة: أم الغالية وأصالة الفن والعطاء، اتعلمت منك الإصرار على النجاح والإتقان والذمة في كل تفصيلة من العمل. اتعلمت منك أن نعطي عملنا كل الحب والإخلاص، وشفتك بتقدمي حالك وكيانك كله من أجل فنك. أنت أسطورة هذا الزمن، مش بس بقدرات حنجرتك الذهبية، بس كمان بالعطاء والمحبة والعشق اللي بتخدمي عملك فيه. انت مثال لينا كلنا بمعنى تقديس العمل، وهذا العمل هو من أجمل وأتقن الأعمال اللي سبقت كمان بإضافة إنسان يشابهك بذات الإخلاص والمحبة والتقديس للفن العظيم بابا. وردت على المنشور الفنانة أصالة والدتها قائلة: يا ملاكي، شو بيعمل كلامك بقلبي سعادة وامتنان لربي اللي زرع بروحك الوفا والتقدير وحلاوة التعبير. شكرا ستي، شكرا بنتي. وبعد أشهر قليلة من ولادة الحفيدة الأولى للفنانة أصالة نصري، حرصت اليوم ابنتها شيماء الذهبي بنشر صورة لابنتها من أحدث جلسة تصوير قامت بها مع ابنتها جيهان، وقامت بنشرها على حسابها على تطبيق الانستجرام، واللي ظهرت شام وهي تحتضن ابنتها الصغيرة جيهان. وقالت شام على الصورة قائلة: أنا ماما. وبعد نشر الصورة انهالت التعليقات، واللي جاء منها ما شاء الله تبارك الرحمن، كما جاءت أكثر التعليقات: يخليكم لبعض.